دمرت ليه حياته وشتت ليه الشمل د عائلته، وهذا الشيء كله غير باش يتزوجني. مرحبا بكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. تتقول صاحبة القصة: أنا حياة في عمري 26 سنة. حياتي كانت مملة بزاف، وحتى قرايتي ما وصلت فيها شي نيفو نيت. داكشي علاش خدمتي كانت غير على قد الحال. المهم كنت خدامة وكندخل شوية د الفلوس، كانت كافة بيهم وصافي. كنت داخله لواحد السي ديال التعارف بحال كاع الاغلبيه البنات تيبغيو يدوزوا الوقت ويحيدوا الملل. تما غنتعرف على واحد السيد وغنبقاو نهضروا انا وياه. مهم هضره كتجبد اخرى، منين انتي، فين ساكنه، حتى غنلقاه تقريبا من نفس المنطقه اللي انا ساكنه فيها، نقولوا قراب ليا نيت. بدينا كنهضروا انا وياه شويه بشويه، ولينا كنتقربوا من بعضياتنا بزاف، وصراحه الله ولفتو، وليت كنتسنى غير امتى يدخل باش نبقاو نهضروا انا وياه. وحتى هو حسيت بيه مرتاح معايا وكيعجبو الحال فاش كنتواصلوا انا وياه. كنا كنهضروا يوميا وكنت كنتشوش لا تعطل عليا، وحتى هو كيقول لي بلي كيحس بالفراغ اللي غبرت عليه. جات واحد الفتره دازت عليا صعيبه شويه، حيت البلاصه اللي كنت خدامه فيها وقعوا فيها شي مشاكل صافي وسدوا. ايوا بقيت انا بلا خدمه بلا والو، وديك المده كنت كنقلب على شي بلاصه نديباني فيها، وغنغيب على مواقع التواصل وما غنبقاش نسول فيه، حيت صراحه الله كنت مشغوله بزاف وبالي مشطون. ايوا فاش غنحل غنلقاه مسف ليا شحال من مره ولكن تيلقاني ساده. ايوا عاودت ليه على المده اللي غبت فيها وعلى المشكل اللي كان عندي. قال لي بلا ما نتخلع وداكشي ما يهمنيش، وباللي عنده ليا الحل. وفعلا غيشوف ليا بديك البلاصه اللي فين خدام. قال لي راه تيقلبوني على شي بنت. ما نكذبش عليكم، فرحت بزاف وحسيت بواحد الهم كبير تحيد عليا. الامور تقدات ودخلت خدمت معاه فين كاين، ولينا انا وياه كنتلامو يوميا وولينا قراب من بعضياتنا بزاف. واحد النهار غيصارحني وغيقول لي بلي راه مزوج وعنده 3 الولاد، ولكن قال لي بلي ما عمر شاف معاها النهار البيض، وديما المشاكل والصداع، وخانقاه وما كتخلي ليه الحريه لا يخرج ولا يدخل، وديما الشك، وباللي ديما شاكه فيه. ايوا بقى ديما كيعاود لي عليه وعلى مراتو، حتى وليت كنعرف كل شيء على حياته، حتى ادق التفاصيل وليت كنعرفها. قال لي بلي هاد الايامات نيت مراتو خلات ليه الدار ومشات عند عائلتها، وبلي رفع عليه دعوة الطلاق ومصممه انها تطلق. وبدا عليا انا عييت، نفسيتي عيانه، وليت مريض بكثرة هاد المشاكل. ما لقيت حد يوقف معايا، ما لقيت حد اللي يعطيني الحنان، ما كرهتش نتلاقى مع شي بنت الناس اللي تعوضني ونبغيها وتبغيني. انا بقى فيا بزاف، وصراحة الله ما غاديش ننكر كان كيعجبني، ولكن مع المدة وليت نحس براسي تنبغيه، حيت كان مهتم بيا بزاف وكان تيحسسني انني كنهمو وكان كيخاف عليا. وانا ما عمرني حسيت بهذاك الاحساس ولا عمر شي حد حسسني به، حتى مع والديا. داكشي علاش بغيتو وتعلقت بيه بزاف، ووليت حتى انا كنحاول زعما نعوضو على داكشي اللي ما عاش مع مراتو. كنت نقول مع راسي دابا يطلق من مراتو ونتزوجوا انا وياه وغنعيشوا فرحانين. واخا كنت شاكه ان والديا غيوافقوا، ولكن تنقول مع راسي انا كنبغيه وحتى هو كيبغيني، وهذا هو المهم. واحد النهار غيلعب بيا الشيطان وغندير معاه علاقه، وللاسف غنوقع في الحرام. من بعد واحد الفتره غنكتشف بلي انني حامله. فاش غنقولها ليه السيد بحال هزيتي راجل وحطيت راجل اخر، تسيف عليا وخرج عينيه وقال لي علاش كتهضري نتيا. قالت لي علاش انا وياك غنتزوجوا وداكشي اللي كنتي تتقول لي كله. قال لي انا راه عايش مع مراتي وراني كنبغيها، واصلا ما كاين لا مشاكل لا والو، وانت غير الوالد اللي جاي يديك، وانا اصلا ما ضربتك على يديك، انت اللي بغيتي ونعستي معايا برضاك. وفعلا غنكتشف بلي هو ومراتو ما كان بيناتهم لا مشاكل ولا والو، وبلي هما بجوج تيبغوا بعضياتهم. لاح عليا شي فلوس وقال لي هاكي سيدي سيري حيدي عليا داك الشيء، وسيري ما تعرفيني ما نعرفك، وحتى من هاد الخدمه ما بقيش ترجعي ليها. انا جمعت راسي وحبست دموعي، مشيت لدارنا وهزيت نمرة مراتو. كنت خديتها من تليفون واحد المره بلا ما يعرف، صيفط ليها
وصفت ليها كاع داكشي اللي كان بيني وبينه وكاع داك الميساجات اللي كتدل على انه بيناتنا علاقه، وانا نجبد ليه نيت الصداع ديال بصح، وكاع داك المشاكل اللي كان تيقول عنده ولات عنده نيت ديال بصح. ايوا مراتو مني ساقت الخبر طلبات منه الطلاق وهزات ولادها وقالت ليه باش يكتب كل شي في سميتها والا غتدخلو للحبس. وداكشي اللي كان السيد بقى على الضص، لا دار ولا دوار. ملي عرف بانني انا اللي سيقت الخبر لمراتو صونا ليا وبهدلني مزيان. صدقت انا لا هو مزوجني لا انا حافظت على شرفي. انا مشيت طيحت داكشي اللي في كرشي، ومن داك النهار ما عمر دقت حلاوه النعاس ولا دقت راحه البال. تنقول واش غيسامح لي ربي، اش هاد المصيبه درت في راسي، ما كفانيش الحرام وزدت قتلت الروح، اش هاد الحياه. في الاخير كتبقى هذه هي نتيجه اللي كتبغي شي حد مزوج، هذه هي نتيجه اللي كتثق في الهضره اللي كتقال ليها، هذه هي نتيجه الحرمان. هنا غتسالي القصه ديالنا. كنشكركم بزاف على الاستماع، ما تبخلوش علينا بلايك والاشتراك في القناه، ولا عجبكم الفيديو